السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين يا أجمل وأغلى اخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير وسعادة وسلام إن شاء الله. زي ما انتم شايفين هنحضر معاكم الفول المدمس لسحور رمضان. كل سنة وانتم طيبين. هنحضره النهاردة بنفس الطريقة الأصلية بتاعت زمان. مش هقولك إنه زي المحلات، لأ، أحسن من المحلات مليون مرة. وأوعدك إن انت هتاكلي أحلى طبق فول من إيديك الحلوين بطريقة صحية جدا، إن كان في الطعم أو في الريحة أو في اللون أو في التسوية. دلوقتي هنشوف احنا هنعمل ايه في الفول بتاعنا. بس اوعي تنسي تعملي لايك وشير للفيديو، ولو اول مره تشوفي القناه بتاعتي مطبخي نص حياتي تعملي متابعه للقناه وتشوفي معانا الفيديو للاخر، وما تنسيش اللايك. ده بقى الفول بتاعنا. الفول بتاعنا فول بلدي. بتجيبي الحبايه الكبيره وتنقعي الفول من قبلها ب6 ساعات او من قبلها بالليل. لازم تنقعيه من قبلها بالليل او 6 ساعات. ده الفول بعد ما نقعناه. الفول لونها ابيض وكبيره ازاي علشان خدت كفايتها في النقع كويس كده. احنا هنصفيه من الميه بقى ونبتدي نعبيه في الفواله بتاعتنا. ممكن تعمليه في الحله عادي او ممكن تعمليه في الفواله لو متاحه عندك وموجوده. ده الفول بتاعنا، واللي هنحط معاه بصل وطماطم وجزر وتوم وعدس، ولو عندك فلفل اخضر ممكن تحطيه، بيديله طعم حلو قوي وطعم جميل كده. احنا خلاص حطيناه في الفواله بتاعتنا، ولان احنا كنا نقعينه في ميه بارده من الحنفيه عادي خالص، والفواله مش مليانه، ان انا عامله نص كيلو بس. لو انت هتعملي اكتر ممكن تعمليه في حاجه اكبر من كده. هننزل البصل الاول، وبعد كده ننزل بالطماطم على الفول. لازم الحاجات ديت، المكونات ديت بتدي للفول طعم حلو قوي خطير. وتحطي ليمونه شرايح وتحطيها بقشرها عادي خالص، ما بتمررش الفول ولا تخليه مش حلو ولا اي حاجه، بالعكس بتفتح لونه وبتخلي لونه فاتح وجميل وما بيسمرش معاكي، وفي نفس الوقت بيبقى طعمه حلو وجميل. احنا كده خلاص حطينا المكونات بتاعتنا. نحط معلقه عدس عليه بقى وبس كده خلاص. بس تحطي عليه بعد كده ميه سخنه، ما ينفعش تحطي عليه ميه بارده من الحنفيه. تحطي ميه سخنه عشان الفول ما يسمرش معاكي. لو حطيتي الميه بارده وبعدين حطيتي عليها الفول، اما يجي الفول بيسخن، الميه بتسخن مع الفول، الفول بيتاكسد وبيخلي لونه غامق. وبتحطي الفول على البوتاجاز على نار شمعه هاديه خالص زي الشمعه، وهو كده على نار هاديه. شوفي ما شاء الله، شوفي لونه جميل ازاي. لونه احمر وابيض وجميل، لا هو غامق ولا هو بني ولا هو متاكسد، هو لونه جميل. الطماطم والخلطه اللي احنا حاطينها مدينه طعم خطير خطير ما شاء الله. هو ده الفول بتاعنا. واحنا كده بعد ما استوى، انا بس بسرع الفيديو عشان ميبقاش طويل عليكم. ونجهز الفول بتاعنا للتقديم بقى بطريقه حلوه ولذيذه. وهو ما شاء الله مش محتاج حاجه، القشره بتاعته مستويه خالص، هو كله مستوي خالص خالص، ناعمه خالص، الفوله ناعمه خالص من كتر ما هي مستويه على نار هاديه زي الشمعه. وما شاء الله جميل جميل جميل. ممكن تفتحي على الفول لو حبيتي تزوديه ميه، بس لما تحبي تزوديه ميه سخنه. ما ينفعش تزوديه ميه ساقعه عشان ما يسمرش معاكي. لازم كل ما تحبي تزوديه بميه سخنه. هو جاهز كده للتقديم. تحطي له شويه طحينه وشويه زيت حار او زيت زيتون او اي زيت متاح عندك، وما شاء الله بالهنا والشفا. وجبه جميله جميله لسحور رمضان، هتاكلي منها وتدعي. ولو عجبك الفيديو تعملي لايك للفيديو وتعملي شير، تكتبي لي تعليق حلو جميل كده من تعليقاتكم الحلوه اللي بتفرحني، وتدعمي لي القناه بتاعتي. وان شاء الله ان شاء الله نشوف بعض في فيديو جديد يكون احلى واجمل من كده، وان شاء الله هيعجبك باذن الله.